السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وصفات أمان الله. الوصفة تاع اليوم هي الكراميل، صوص كراميل ولا التوفية اللي نديرو بها الحلويات. راح نحتاج كاس تاع السكر، نحي السكر هذايا اللي يكون يعني قاسو الماء ولا حاجة يكون يابس، نحيه ونحطوه في طاوة تكون ثقيلة ونحطها على نار هادئة جدا ونخليه يذوب بلا ما نحركو. ومن جهة أخرى نديرو في باتر بروبو ولا عشوار كما راح ندير أنا، ولا بالبراميكسر نديرو كاس سكر مع كاس لحظة ولا حليب بودرة، ونحط معاه ربع تاع كاس ماء مغلي، ما يكون مغالي مليح مليح، نحطو معاه ونخلط مليح 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 الحليب والماء، السكر عفوا، السكر ولحظة والماء اللي درتهم حتى نتحصل على هذا الخليط. راح تشموا فيه الريحه تاع النيسلي. هنا اذا كان حابين باش تجي ديروه نيسلي حطوه يطيب على نار قليله حوالي ساعه حتى ياخذ اللون اللي نحتاجوه كما يتباع النيسلي برا. وانا راح نخليه باش نضيفه هنا على السكر. هذاك الكاس نخليه يذوب وحده كما تشوفوا على نار قليله. بعد ما يذوب كامل السكر نبدا نحرك فيه بمغرفه تاع اللوح، ما نديروش مغرفه تاع الحديد، ندير مغرفه تاع اللوح عادي، ونضيف له مغرفه كبيره تاع الزبده كما شفتوا راني حاطه على طابونه وعلى نار قليله. نخلط مليح الزبده تاعي حتى تذوب، ونضيف هذاك الخليط نتاع الحليب اللي عندي. ولا عندك حليب نيسلي واجد ما عنديش ضيفيه هو بس، لكن هذا نفس الحليب تاع نيسلي، هو لحظه مع السكر مع ربع كاس تاع الماء، نخلطهم مليح ونضيفهم عفوا. بعد ما نخليهم يطيبوا ما نخليش حتى يخضر مليح، ومن بعد نحيه على الطابونه وما نخليهش يعني على النار، وما نخليهش في الاناء تاعي ولا الطاوه تاعي هذيك تاع الحديد باه ما يتبخاش سخونه فيه ويزيد يطيب اكثر من اللازم. نحطه في اي اناء زجاجي او تاع الزجاجي افضل من بلاستيك، ونخليه. شوفوا النتيجه والقوام اللي تحصلت عليه، يبقى لك مده طويله، يبقى لك يعني باي مده راح تبقى لك في الثلاجه، ما راحش يفسد نهائيا وما راحش يطلق الماء نهائي، ما راحش تفصل هذاك الماء على السكر ولا من بعد يدير لك الماء وحده، راح يبقى يجيك وطعمه رائع. يعني طعم الحليب مع لحظة مع السكر هو نفس طعم الحليب النيسلي اللي يتباع في المحلات. شوفوا اللون تاعو رائع جدا، يعني كراميل. نخدموا به الحلويات، نخدموا به التحليات، ندرتو في الجاتو. كنت درت لكم الوصفه تاع قبل تاع الجاتو اللي لصقت به، لصقته بالكراميل هذا اللي خدمته. وصفة رائعة وناجحة 100% بمكونات سهلة، وفي أقل من 10 دقائق تكوني وجدتيه بلا ما تشري لبرا، بلا ما تروحي تشريه من برا. يعني في أقل من 10 دقائق تكوني وجدتيه، لأنه السكر فقط. الخطوات اللي ينجح بها هو أنه السكر هذاك اللي يذوب ما نمسوش خلا حتى يذوب وحده. بعد ما يذوب وحده ما نخليش الماء يقيسو، والطاوة اللي انت طيب فيها تكون ناشفة. ومن بعد نحركو بمغرفة تاع اللوح نذوب مليح السكر.